يذهب الرئيس إلى العمل بالدراجة الهوائية بينما يقود موظفوه سيارات رياضية ذات إصدار محدود، وهو يفعل ذلك فقط لأن موقف السيارات بالأسفل باهظ الثمن، لذا يركن دراجته داخل الشركة مباشرة. وعلى الرغم من أن السكرتيرة لا تفهم ذلك إلا أنها تحترم خياره. ثم أخذ الرجل فنجان قهوة من أحد الموظفين وأمر السكرتيرة بدفع ثمنه له، وبعد إعطاء كافة التعليمات عاد إلى مكتبه. وعندما رأت السكرتيرة ذلك ركضت مسرعة لمنعه، لكن الأوان كان قد فات، وتجمد الرجل في مكانه عندما رأى المشهد أمامه. ففي مواجهته العديد من الجميلات اللواتي لم يرهن من قبل، مما جعله يتساءل عما إذا كان يحلم. ثم أوضحت السكرتيرة على الفور أنهن جميعا مرشحات للزواج اختارتهن والدته. وعند سماع ذلك شعر الرجل بخيبة أمل، لأن والدته قدمت له العشرات في هذا الشهر، وأصبح يكره هذا التصرف منها. وبينما كان يهم بالمغادرة أمسكت به النساء وسألنه لماذا يرحل مستعجلا، وهل هن لسن جميلات بما يكفي؟ ومع ذلك لم يعرهن أي اهتمام. وللهروب قال فورا إنه أعد لهن مفاجأة. وفي اللحظة التي انفجرت فيها المفرقعات فوق رؤوسهن استغل عدم رد فعلهن للهرب مسرعا. وفي الوقت نفسه ظهرت امرأة جميلة على دراجة نارية أمام بوابة الشركة، وبمجرد أن رآها الرجل حملها مباشرة على المقعد الخلفي وقاد الدراجة مبتعدا. ولشكرها عرض إصلاح دراجتها، ولم تتوقع المرأة عندما رأت وسامته أن تطلب منه الزواج بها للتعويض. فقال الرجل إنها لا تزال صغيرة وهذا ليس وقت الحب، لكن المرأة قالت باحتقار إنها لا تريد علاقة معه، وحذرته من النرجسية. ثم أوضحت أنها تريده أن يتظاهر بأنه حبيبها، لأن والديها يجبرانها على الزواج من ابن عائلة ثرية، لذا طلبت مساعدته لخداع عائلتها ليتوقفوا عن الضغط عليها. وفكر الرجل في أنه يواجه نفس الموقف فوافق مباشرة، ثم أخذته للقاء والديها. فقام الرجل بهندمة نفسه، وبينما كان الوالدان ينتظران عند الباب لم يتوقع أحد أن الرجل بمجرد وصوله شتم والد الفتاة ووصفه بالوغد العجوز، مما أذهل الفتاة وجعل والديها يتجمدان في مكانهما دون نبس ببنت شفة. وقال الرجل إنه حبيب ابنتهما واسمه ديفيد، ثم قام بسلسلة من التصرفات المخجلة والمضحكة التي جعلت الجميع يفتحون أفواههم ذهولا. ثم دخلوا المنزل، وبمجرد جلوسه بدأ أداؤه التمثيلي الاحترافي، فحذرته الفتاة من المبالغة لئلا ينكشف أمرهما. ثم أخرج الرجل تقريرا طبيا يزعم أن الفتاة حامل كمفاجأة لهما، فغضب الوالدان بشدة وقررا معاقبته. لكن فجأة رأى الأب قلادة اليشم على صدر الرجل، وعرف أنها الشعار الحصري لعائلة جين الأغنى في المدينة، فتراجع عن العقاب وطلب منه الرحيل. وعلى الرغم من عدم رغبته رحل الرجل، لكنه بدأ يرقص رقصات سخيفة في الفناء. فخرجت الفتاة ووالداها مذهولين من الضجيج وشاهدوا العرض المضحك. ثم قال الرجل وهو يرقص إنه يريد إهداءها هذه الدراجة الكهربائية المعاد تدويرها. فغضبت الأم وركلت الدراجة وهددت بقطع علاقتها بالفتاة إن لم تنفصل عنه. فخافت الفتاة وأمسكت بالرجل وركضا نحو الباب. وهنا ندمت الأم على إجبار ابنتها على المواعدة المدبرة، لكن الأب ابتسم لأنه أدرك أن الرجل كان يمثل وأنه من عائلة جين الثرية. فقرر الذهاب لمنزل الرجل لمناقشة الخطوبة. وفي هذه الأثناء كان الرجل يستعد لأخذ الفتاة لتناول الطعام حينما اقتربت رئيسة مجلس الإدارة التي تلاحقه منذ عامين، وقالت لمساعدتها بثقة إنها تحبه لأن عائلتيهما مقربتان، وقررت منحه فرصة لملاحقتها. لكن المساعدة قالت إن هذه الطريقة غريبة جدا، ولم تهتم الرئيسة مؤمنة بأنها ستغزو قلبه قريبا وتصبح سيدة عائلة جين. إلا أن المساعدة سألتها إذا كانت تحبه حقا، فمن هي المرأة التي بجانبه الآن لتصعق الرئيسة برؤية الرجل وهو يعانق امرأة أخرى؟